بيبدأ الفيلم في عام 2035 لما بتقول ماريا العالم اتغير، لكن رغم ده الأمور ما اختلفتش كتير عن زمان، لأن الناس 3 أنواع، واحد بيقاتل لنفسه وواحد بيقاتل لغيره وواحد بيقاتل للنهاية. وبنروح لماريا وهي طفلة وبنعرف إن والدتها كانت بطلة في سباقات الوثب الطويل، وده خلاها تتدرب بقوة علشان تكون زيها، ووالدتها هي اللي بتساعدها في التدريبات لحد ما بتيجي وقت بطولة الوثب الطويل. وبنشوف واحدة مركبة رجل آلية وبتقدر تنط عالي جدا والكل بيكون متفاجئ، بس بتكون دي أخت ماريا واسمها جابي وبتحقق رقم قياسي جديد. وبنعرف إن جابي خدت أحلامها اللي كان نفسها تحققها. وبنروح لشخص بيحاول يدخل لبنك بس جهاز الإنذار بيصفر، فبيقول إنه مركب قطعة معدنية في كتفه وإن دراعه كله مقطوع ومركب طرف اصطناعي، وبيتأكد الأمن من كلامه فبيدخل جوه وبيكون رايح لخزنة البنك مع موظف. وأول ما بيقف قدام جهاز البصمة جوه بيعمل فحص لوشه، فبتفتح 3 خزن كل واحدة أكبر من التانية، فبيشيل دراعه اللي مركبه وبيفتح الخزن دي وبيكون جواها معدن، فبيركب القطع وبتكون عبارة عن دراع، وبيمسك الموظف اللي كان معاه وبيضربه، وكمان بيكسر خزنة تانية فبيشتغل جهاز الإنذار، ولما بيفتحها بتكون فيها ألماس فبياخدهم. في الوقت ده بيدخل أفراد من الأمن فبيقدر يضربهم بإيده الحديدية، وكمان بيصد كل الرصاص اللي بيتضرب عليه، لكنه بيكون اتصف بطنه برصاصة. ولما بيخرج بيلاقي قوات من الشرطة بتجري وراه، بس بيقدر يمسك واحدة وبيدخل بيها الغرفة، ولما بيدخلوا عليه بيكون حفر في الأرض وهرب، وبيقدر يخرج من بلاعة في الأرض لأخوه اللي بيكون مستنيه. والإصابة بتكون تعباه جدا، بس أخوه بيقول له أنا مش هسيبك وهننهيها مع بعض، لكنه بيديله الألماس وبيقول له يروح هو، بس بيرفض وبيروح يشغل الموتوسيكل، فبينادي عليه وبيكسر رقبته علشان يموت، وده بيخلي أخوه يركب الموتوسيكل ويمشي. بتوصل الشرطة للمكان وبنعرف إنه ملاكم سابق واسمه مود، وإنه كان مشهور جدا، ولكن لما تطورت التكنولوجيا بقى عاطل، وكمان حصل له حادث بسبب اتقطع دراعه، فبياخدوا صورة للوشم اللي على دراعه. وبنروح لمكان الوشم، لما بيوصل أخوه بيكون اسمه هيكتور، فبيقابل اللي هناك وبيعزوه في أخوه وبياخدوا الألماس. وبيجي له واحد اسمه جوس وبيكون عاوز ينضم ليهم، فبيوافق، وبيكون جوس عبقري في التكنولوجيا، وبيعرفوا إن نوع الألماس ضعيف وبيعادل 500,000 دولار فقط، وإنهم عاوزين على الأقل مليون علشان الصفقة تتم. فبيقول هيكتور إحنا لازم نلاقي أدوات تكنولوجية تساعدنا أكتر، فبياخدوا جوس وبيروحوا لساحة بتكون ماريا بتجري فيها، وبيكون جوس أخوها، وبتكمل حكايتها لما بنعرف إن هي وجابي كانوا دايما بيتنافسوا رغم الورم اللي جه لجابي وتسبب في قطع رجليها، وإن والدهم اسمه ريكاردو وكان رياضي ومحقق رقم قياسي كبير ودايما معتني بجابي ودايما بيدربها، عكس والدتها كانت دايما بتدرب ماريا ودايما معاها لحد ما بتموت وبتسيبهم. وبيعرفها جوس إن هيكتور عنده خطة هتغير حياة الرياضيين العاديين، لكنها بترفض تنضم ليهم. وبنروح لشركة اسمها سولد ليمبس وبيتكلم فيها مديرها داريو، بيقول إن المشروع الخاص بيهم واسمه نايموس بقى مطلوب في كل العالم ووصل لمكانة خاصة في عالم الرياضة. وبيكون ريكاردو أبو جابي وماريا موجود، وبتكون في ممولة كمان قاعدة معاهم، وبيقول إن في أقل من 4 سنوات الرياضيين اللي بيستخدموا أطراف آلية بتاعت الشركة بقوا أقوى من الرياضيين اللي بيستخدموا أطراف اصطناعية، وإن في تحديث جديد هيزود نسبة سرعة وقوة الطرف 30%. فبيقول ريكاردو إنها هتاخد جابي علامة تجارية للمشروع، بس بيكون المطلوب كتير جدا، فبتقول لهم إنهم هيتكلموا تاني. بنرجع تاني لماريا لما بتروح لصالة هيكتور وبيكون بيدرب الرياضيين العاديين وبيعتني بيهم، فبيقول لها إنه كان مدرب زمان، لكن لما وصل الرياضيين الإلكترونيين قعد، وإنهم رافضين إن الناس تقطع إيديها أو رجليها علشان تركب طرف آلي، وإنها طول ما هي عادية هتفضل في الخلف، لكن لو كانت آلية هتبقى رقم 1. فبتوافق تساعدهم، لكن أخوها يفضل بعيد لحد ما بيجي الليل وبتشوف ماريا إعلان لجابي وبتكون رايحة حفلة بسبب الرقم القياسي الجديد لجابي، فبتروح لها وبيبدأوا يتخانقوا لأن جابي بتقول أنت مش سعيدة ليا ودايما عاوزاني مركز تاني بعدك، وإن بدون والدي ما كنتش هوصل للمركز ده، لأن والدتك كانت دايما بتدرب ماريا وسايبة جابي، والعالم اتغير ولازم تصدقي الواقع. فبتشرب ماريا كتير لحد ما بتخرف وبتقول إن العالم فعلا اتغير ومفيش حد عاوز يشوف رياضي عادي بينط 7 أمتار، لكن ممكن يشوف رياضي آلي بينط أضعاف الرقم ده، وجابي دلوقتي ما تفرقش معايا في حاجة. وداريو بيكون شايفها وبتخرج ماريا وبتركب الموتوسيكل، وبتقول إن والدتها كانت دايما بتشغل أغنية أوبرا، ودي كانت بتخرج الطاقة السلبية فبتشغلها لحد ما بتظهر قدامها عربية وبتخبطها، وبتفوق بعد فترة في المستشفى، وهيكتور بيكون بره غرفتها شايفها، وكمان أسرتها كلها بتكون موجودة. وبنعرف إن حصل بتر لرجليها وده بيخليها تتضايق لحد ما بيدخل الدكتور وبيديها مهدئ. بنرجع تاني للشرطة لما بتعرف إن رمز الجمجمة أول استخدامه في عام 2025 واللي استخدموه الرياضيين غير الإلكترونيين، وده دليل على رغبتهم في الانضمام لمشروع نايموس. وبيوصلوا لهيكتور أخو مود وبيعرفوا إنه رئيس المجموعة، وبتروح ماريا لشركة سولد ليمبس وبيقول داريو إنه هيجرب عليها التحديث الجديد، وبيزرعوا شريحة في منطقة في مخها وبتكون دي قطعة نايموس اللي بيتكلموا عليها لحد ما بيجهز الطرف الصناعي، وبيقول المهندس إنه الطرف الخاص بيكي دلوقتي. بتخرج ماريا وبتتدرب وبيكون مستواها اتطور كتير عن الأول، وده بيظهر غيرة عند جابي. أما الشرطي بيوصل لصالة هيكتور وبيفضل يراقب تحركاته، وماريا بتشغل
بتشغل اغنيه الاوبرا وبتكون هتجرب قفزه الوثب الطويل، لكن في نص الطريق بيظهر تحديث وبيروح داريو وبيقفل تحكمها في رجليها، وده بيخليها تقع. فبيروح لها داريو والباقي، فبيقول لها شوفي ايدك وان النسبه المئويه لو وصلت صفر هيغمى عليكي، وده ممكن يسبب تلف في دماغك او ما تعرفيش تمشي تاني. فبيقول لها ريكاردو ان القلق والتوتر بيأثر على الناقلات العصبيه، وان كل ما القلق بيزيد كل ما الخطر بيزيد، ولازم تتحكمي في عواطفك ولازم تروحي تنامي علشان تهدي. في الوقت ده بيوصل هيكتور ليها وبيكون الشرطي بيراقبه لحد ما بيجي الليل، وبنشوف عربيه لحراسه الاموال متراقبه واللي مراقبها جوس ورجاله هيكتور. وبيظهر هيكتور على الطريق بيوجهها لطريق تاني لحد ما بتظهر ماريا قدامهم وبتخبط العربيه برجليها فبتتقلب، وبتطلع على العربيه وبتكسر فيها برجليها الآلية. في الوقت ده بيوصل هيكتور وبيديها قنبله غاز، فبترمي القنبله على الحرس، ولما بيخرجوا الحرس بيضربوهم لحد ما بيتكشف وشها، فبيقتل هيكتور الفرد اللي شافها. فبيدخل واحد وبياخد الشنط اللي في العربيه. في الوقت ده بتوصل الشرطه وبيقول لازم نمشي. بيوصلوا لمقر الصاله وبتتعصب ماريا لانه قتل، وان مهمتهم مساعده الناس مش قتلهم، وكمان بتتعصب لان اخوها موجود رغم الاتفاق بانه يفضل بعيد. لكن جوز بيقول انا عاوز افضل هنا، وكمان هيكتور بيقول لها الحارس شاف وشك وكان لازم يموت. وبيقعدوا يعدوا الفلوس اللي سرقوها، وسبب سرقتهم هو ان شركه سولد ليمبس هتدخل شحنه شرايح جديده من نوع نايموس، فهم بيجمعوا فلوس وهيدوها الناس اسمهم المتسللين، هيقدروا يحددوا لهم ميعاد وتاريخ الشحنه، والمطلوب $1,000,000، وده سبب سرقتهم للالماس وكمان للفلوس، وكل ده علشان يغيروا الرياضيين اللي معاهم لرياضيين آليين. بتوصل الشرطه لمكان الحادث وبيشوف الشرطي اثار رجل ماريا، وبيحكي واحد اللي حصل، فبيخمن ان ممكن ماريا هي اللي بتساعدهم. وكمان بيراجعوا الحادث اللي حصل لها، وبيلاحظوا ان مكالمه التبليغ عن الحادث كانت قبل وقوع الحادث اصلا، والموضوع كان مدبر. لحد تاني يوم لما ماريا وجابي بيكونوا بيتكلموا، فبيوصل ريكاردو وبيقول ان ماريا انضمت للمسابقه، وان الراعي حبت فكره وجود 2 اخوات الكترونيين في نفس المسابقه. طبعا ده زود الغيره عند جابي. اما الشرطي فبيوصل لجوس وبيلاحظ على ايده نفس الوشم اللي عند هيكتور، وبياخد كل الاسره ما عدا ماريا، وبيتفرجوا على فيديو الحادث. فبيقول الشرطي ان العربيه باسم شخص متوفي والسواق ملوش اي اثر، وكمان بيسمعهم المكالمه اللي وصلت قبل الحادث، وبيكونوا فاكرين ان ماريا هي اللي عملت الحادث بالاشتراك مع هيكتور. لكن ريكاردو بيقول لو احتجت اي اجابه هتكون من خلال المحامي. فجابي مش بتروح التمرين، وماريا بتتدرب مع ريكاردو لوحدها، وبتفضل جابي تعيد في المكالمه اللي وصلت للشرطه، وبتقدر تكتشف حاجه لحد ما بتيجي وقت المسابقه، وماريا وجابي بيشتركوا، وبتبدا جابي وبتقدر تحطم الرقم القياسي اللي عملته قبل كده، وبيكون الدور على ماريا، وكمان بتقدر تحطم رقم جابي القياسي الجديد، وده طبعا بيزعل جابي. فبتبدا ضربات جزاء بينهم، واللي يجيب رقم اقل من التاني يخسر، وبتقدر جابي تحطم رقم ماريا الجديد، فبتدخل ماريا وبتحطم رقم جابي. في الوقت ده بتوصل رساله لجوس وبيقول لهيكتور ان المتسللين بعتوا تاريخ تسليم شحنه الشركه. بتظهر على الشاشه ان جابي متوتره وممكن يغمى عليها، لكنها بتخرج رغم ده. حتى لما ماريا بتحاول توقفها بتمنعها، بتنط جابي لكن نسبه توترها بتزيد فبيغمى عليها. وبكده ماريا هي بطله العالم في الوثب الطويل. بنعرف ان جابي الشريحه اللي في مخها اتدمرت بالكامل، وبكده مش هتقدر تنافس مره تانية، ده غير التلف اللي حصل لها. في الوقت ده بيقول جوس لماريا ان المهمه قربت ولازم تجهز، لحد ما بتفوق جابي وبتقول لماريا ان الحادثه كانت مدبره، وبتسمعها المكالمه، وبتكون الموسيقى اللي كانت مشغلاها ماريا مسموعه في المكالمه، وبتكون متفقه مع هيكتور وهو اللي خبطها. فبتعترف ماريا انها اتفقت مع هيكتور، لحد ما بيجي الليل وبيقابل هيكتور ماريا وبيقول لها عرفنا وقت ومكان شحنه شركه سولد ليمبس، وبدا وقت تغيير العالم. لكنها بتقول له انا مش هقدر انفذ المهمه. فبيخنقها وبيقول لها انا ساعدتك تجيبي ساق وتفوزي بالميداليه، لكن بتشيل ايديه وبتقول له انا مش هاذيك. المموله بتكلم ريكاردو وبتقول له ماريا مش بتحضر اي مؤتمر صحفي، وبتكون بتتدرب جامد، لحد ما بيوصل لها جوس وبيديها ميه. الليل بيجي وفي شخص بيدخل عند جابي وبيحط حقنه في المحلول، وبيكون مساعد هيكتور وماريا اللي معاه في المستشفى، لكن مش بتعرف تقوم لان الميه اللي اداها لها جوس فيها مخدر. في الوقت ده بيدخل ريكاردو عليه لكنه بيقدر يضربه وبيخنقه، وبيكون هيكتور معاه فبيشيلوا جابي وبيمشوا، وبيروح لماريا وبيقول لها انت معانا للاخر. تاني يوم بيجي وبيقول هيكتور ان في طياره بدون طيار هتكون على سطح شركه سولد ليمبس مستنيه الشحنه، وماريا بتنضم ليهم ومهمتها تجيب الشنطه قبل ما توصل للطياره عن طريق المبنى المجاور للشركه وتنط للشركه. بس المسافه بتكون 25 متر ورقمها القياسي 18 متر بس، وقدامها 3 دقايق تدخل للمبنى وتجيب الملفات، ولو قدرت تجيب الملفات هتقدر ترجع اختها. بتقدر ماريا تنط المسافه كلها وبتدخل للشركه في النقطه المحدده، وكمان بتضرب الحراس وبتاخد الشنطه. فبتركب عربيه من الجراج وبتطلع، وداريو بيشوفها في كاميرات المراقبه. في الوقت ده بتوصل الشرطه ومش بيرضى يوريهم الفيديو، لكنهم بيعرفوا ان جابي اتخطفت وريكاردو اتضرب، فبيوريهم الفيديو لحد ما بيظهر موتوسيكل شرطه ورا ماريا وبيكون هيكتور، فبتمشي وراه لحد ما بتدخل لمبنى مهجور. في الوقت ده بتفتكر ماريا كل اللي عمله هيكتور، وبتدوس بنزين وبتخبطه بالعربيه، وكمان بتدوس عليه بالعربيه فبيتدمر، لكنه بيكون جوس اخوها مش هيكتور، وبيقول لها ان هيكتور
هو اللي قال له يعمل كده. فبيظهر هيكتور ورجالته وبيضرب ماريا فبيغمى عليها وبتروح لمكان جابي. في الوقت ده بيدخل رئيس مافيا كبير وبيكون هيكتور عاوز يبيع شرائح نايموس في الاساس وان مفيش اي مساعده عاوز يقدمها للرياضيين. وكل ده كان بيضحك على ماريا وجوس وكمان ضحك على اخوه اقنعه يقطع دراعه وكان سبب في موته. رئيس المافيا بيكون عاوز الشرائح لتكوين جيش من الآليين لا يقهر. فبتقوم ماريا وبتكسر الترابيزه بالشرائح وكمان بتقوم جابي وبتضرب واحد فيهم وماريا العملاق بيضربها. اما رئيس المافيا بيمشي هو ورجالته. ماريا بتقدر تضرب العملاق وبتروح لجابي وبتساعدها لحد ما هيكتور بيروح وراها وبيضربها بالسكينه. فجابي بتحاول تساعدها لكنه بيخنقها وبتكون هتموت. في الوقت ده بتقوم ماريا وبتدوس على دماغه برجليها وكمان بتدوس على ظهره فبتكسره. في الوقت ده بتوصل الشرطه فبتهرب ماريا وبيشوفها الشرطي وبيجري وراها لحد ما بتطلع على المدرجات وهما بينادوا عليها. فبتحاول تنط لكن رجليها بتتعلق فبتفصل رجليها وبتنزل لكن بتفضل متعلقه في الحبل فبتفك رجليها وبتقع على الارض. في الوقت ده بتوصل لها جابي وبتاخدها في العربيه وبيطلعوا والشرطي مش بيرضى يضربهم بالنار. اما جوز بنشوفه في شركه سولد ليمبس وبيكون داريو بيحاول ينقذه باي طريقه لحد ما بيمر 6 شهور وبنعرف ان جابي وماريا لسه هربانين والشرطه مش قادره تحدد مكانهم لكنهم نجحوا في ارجاع شرائح نايموس وكمان مسكوا كل عصابه هيكتور. وريكاردو بيكون حزين على اولاده الثلاثه فبنروح لصاله باسم والده ماريا وكابي وبنشوف فيها ناس بتتدرب باطراف صناعيه وكمان ناس بدون اطراف واللي بتدربهم بتكون ماريا وكمان معاها اختها جابي. وداريو مدير شركه سولد ليمبس بينضم ليهم وبيكون معاه شرائح من نايموس لكل اللي في الصاله علشان يكون عندهم قدرات عاليه ويقدروا ينافسوا. واخوهم جوز بيكون عايش ولكن نصه الكتروني. ولحد هنا بينتهي الفيلم بتاعنا. بتمنى يكون عجبكم وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معانا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في امان وسلام. سلام.